تخيلي في مرة كنت نايمة وجوزك قلب عليكي زيت مغلي، ومرة راجع من الشغل راح مسك السلك المشترك ونزل فيكي ضرب. انتوا متخيلة؟ تعالوا يا جماعة هنتكلم النهاردة في الفيديو عن العنف الجسدي والجنسي او العنف للمرأة او العنف الاسري او العنف في اي حاجة، وتعالوا نشوف الاسباب والتأثيرات والحلول والقوانين. انا بس عايزة ابدأ بحاجة، عايزة ابدأ بالقانون. كلنا قبل ما نرتبط او نتجوز او اي حاجة بيتم اجراءات. ايه هي الاجراءات دي؟ ان هم بيعملوا بعض التحليلات وبيعملوا شوية حاجات عشان يشوفنا متطابقين او هنخلف عيال بقى عشان نجيبهم في الدنيا دي يتعذبوا والكلام ده كله. اهم حاجة يعملوا كشف عن العلاقة النفسية الصحية، يعرفوا الشخص ده عنده ايه، نوبات غضب، حالته النفسية كويسة، هيعرف يتعامل مع الانسانة دي مش هيعرف يتعامل معاها. طيب انا مصيري ايه معاه؟ تعالوا يا جماعة نتكلم بس عشان خاطر الموضوع مهم ومش هطول عليكم، بس هي هتبقى كده ايه، حاجات بسيطة.